جرب مرة تفضفض حبة، افتح قلبك حبة حبة، احكي مشاكلك، احكي همومك، احكي معانا، ده اليوم يومك، يلا بسرعة ضبط مودك. فضفض يلا بسرعة أوام. دي الفضفضة مش بس كلام، الفضفضة مش شيء هدام، الفضفضة طرح الأحلام والأفكار لو يوم تتقال تلقى الحال غير الحال. فضفض واحكي باللي في قلبك، تلاقي قلوب الناس بتحبك. فضفض يعني حوار بناء، احكي وقول كل الأشياء عن تجربة أو فكرة جديدة أو معلومة أو قصة ظريفة. بينا نسافر على الأحلام. فضفض فضفض يلا أوام. كل ده هنتكلم فيه وأكتر في برنامجكم فضفضة سيزون 2 مع طارق عطيتو على راديو ميديا اف ام. ميديا اف ام غير اي ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح دائما بالذي هو خير. أعزائي في أرجان الوطن العربي الكبير حيثما كنتم، تحية من أرض مصر الخالدة، الأرض والشعب اللي فيه مليون حاجة حلوة. أولا بعتذر لحضراتكم عن عدم ظهوري الثلاثاء الماضي، بس للحقيقة يعني تأثري بوفاة ابن عمي كانت ممتدة، فما كانش هيعرف أطلع وأتكلم مع حضراتكم وأشيلكم همومي وحزني زي الحلقة اللي قبلها. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معايا بكل وسائل التواصل الاجتماعي وعزتني في الفقيد الغالي. لا أرى الله لكم مكروه في عزيز لديكم. الحلقة النهاردة حلقة غير عادية مع ضيف غير عادي. من الوهلة الأولى ليه هتقول شاب زي أي شاب مصري مطحون بهموم البلد دي، بس بعد ما تقرب منه أكتر هتعرف إن هو زعيم وقائد وعامل ائتلاف مصر كلها بتتكلم عنه. ائتلاف اسمه القيادات الوطنية الشبابية. أنا مش عارف طلع إمتى وظهر إمتى وخطف الأضواء إمتى وليه. لما تابع صفحة الائتلاف أفاجئ إن هو ليه فعاليات في أغلب مصر، في الصعيد الجواني عنده فعاليات، في البحيرة فعاليات، في القاهرة فعاليات. بيعمل ده إزاي وليه وبكام؟ احنا اتعودنا في السياسة إن كل حاجة ليها تمن. شخصية غير نمطية، شخصية بتحط تحتيها 100 خط. هنفتش مع بعض في دماغه وفي قلبه ونعرف مين هو القائد ماجد كمال رياض، رئيس ائتلاف القيادات الوطنية الشبابية. ولغاية ما نطلع فاصل عايز اقول لحضراتكم ان البلد على صفيح ساخن، كل يغني على ليلاه. الموظف مطحون، نجوم الكرة واللعيبة بيعايروا بعض، انت اتسجنت وانا هتسجن والكلام اللي ملهوش لازمة ده. كأن الرياضة تخلت عن انها ليست لإحراز الكؤوس ولكن لتهذيب النفوس إلى المعايرة، يستوي في ذلك الأهلاوي والزملكاوي. مع لجنة التحكيم اللي اتشالت، مع تسريب لغاية دلوقتي مش عارفين التسريب ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا مجتزأ بالظبط، الأيام الجاية هنعرف. مع منتخب مصر اللي عامل نتائج كويسة مع العميد بس مش نايل رضا الجميع. فانا مش عارف السؤال، احنا عايزين نتائج ولا عايزين كورة جميلة؟ انسوا حسن شحاتة تاني. يا رب نوصل كاس العالم وبطولة الافريقية ونحقق كل الابطال على ايد العميد، بس الكرة الحلوة 2010 و2008 و2006 صعب نلاقيها تاني. الناس من دلوقتي بدأت تستعد لرمضان، جمعيات وتحويش وكل ده عشان رمضان. رمضان بيجي بخير. هطلع فاصل مع حضراتكم وهنرجع مع ضيف وضيفكم النهاردة الأستاذ ماجد كامل رياض، رئيس ائتلاف القيادات الوطنية الشبابية. فاصل ونواصل.
على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخد كانت بتسيل، مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه، قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين، أجمل لحن ده حنغني احنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين، يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل ليل، كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع ليك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. حلوة يا بلدي واو واو واو. ورجعنا بحضراتكم تاني، وبرحب بالاستاذ الفاضل الاستاذ ماجد ابو عمر او ماجد كمال رياض، رئيس ائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه. اهلا وسهلا يا استاذ ماجد. اهلا بحضرتك يا دكتور طارق. منورنا ومشرفنا. وانت عامل قلق في الجيزه وفي الصعيد ازاي؟ ليه؟ الائتلاف الحمد لله عندي قيادات محترمه، عندي اجيال طالعه دخلت الائتلاف من سن صغير، النهارده اصبحت قيادات داخل الائتلاف، اصبحوا النهارده بيمثلوا الائتلاف في جميع القطاعات وفي كل الامانات وفي كل المحافظات، عندهم الولاء للوطن حقيقي مش مجرد شعار هم اتدربوا عليها. عندي سواء حتى فوق السن نفسهم هم نفس الطريقة، ولائهم الأول والأخير للوطن، خدمة الناس، عندهم نابع من داخلهم للعمل العام بشكل عام، إن هم دايما يقدموا خدمة للوطن، خدمة للناس، عندهم كل طاقة قادرين يعملوا ويحققوا. طب قبل ما نسترسل في الحاجات الكتيرة دي، احنا معانا تليفون. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف مين معانا؟ مع حضرتك ياسر سالم احمد. السلام عليكم.
اه يا فندم، اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل يا فندم. مع حضرتك يا فندم دكتور ياسر سالم، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه. اهلا وسهلا دكتور ياسر. كويس ان معانا المتحدث الرسمي. عايزين نسمع منك بقى ايه هو الائتلاف اللي عامل قلق والحراك في الحياه السياسيه المصريه ده، اتفضل. يعني اوجه رساله شكر وتقدير لاستاذ ماجد كمال رياض رئيس الائتلاف. بجد بيقدم نموذج مشرف للشاب المصري الغيور على بلده والمامون بقضايا بلده. تمام. من خلال ائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه بنهتم بعدد. الو يا فندم. مع حضرتك يا فندم، سامعينك، اتفضل. بيقول سيادتك بالنسبه لائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه بيهتم بعدد من الملفات. اولها خدمه سياده المواطن. تمام. مهمومين جدا عن طريق ائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه، سواء كان المركزيه هنا في القاهره والجيزه او محافظات مصر. مهتمين بتقديم خدمه حقيقيه يستحقها المواطن المصري. بنقدم خدمات حقيقيه منها القوافل الطبيه. على سبيل المثال بالنسبه لمحافظات الصعيد الائتلاف بيقدم خدمه حقيقيه على الارض من خلال عدد من القوافل الطبيه اللي وصل عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 10,000 مواطن. بجانب تقديم شوادر بنعرض فيها وبنقدم فيها للمواطن المصري السلع باسعار تنافسيه غير قابله للربح. بجانب اهتمامنا بالشباب بنهتم طبعا. ائتلافنا اسمه ائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه، فعلى اولى اهتماماتنا الاهتمام بالشباب واعداد وتدريب وتمكين الشباب. هو مين يمكن ائتلافنا بيتميز عن كيانات كتيره جدا انه قياداته معظمها من الشباب. عندنا امين الشباب يعني 20 او 21 سنه. عندنا الطلائع، عندنا امانه خاصه بالطلائع بندرس فيهم ازاي يحبوا بلدهم وازاي يكونوا غيورين على بلدهم. بنعد شبابنا عن طريق امانه التدريب والتثقيف وامانه التثقيف والاعداد الاستراتيجي. عدد من الدورات التدريبيه المهمه اللي بنزود بيها الشباب بالمعارف وبالمهارات وبنعدل بيها كمان السلوكيات. دكتور ياسر، بجانب توفير عدد من المنح لشبابنا لاستكمال دراساتهم في أكاديمية مصر العسكرية والحصول على دورات تدريبية معتمدة. دكتور ياسر، هستأذنك أسألك سؤال. هو مين المسؤول عن قطاع الصعيد؟ المسؤول عن قطاع الصعيد دينامو العمل العام الدكتور علاء عبده نائب رئيس الائتلاف، وانضم ليه مؤخرا الدكتور وليد عمر نواب رئيس الائتلاف. من خلال برنامج حضرتك نقدر نوجه رسالة شكر وتقدير لكل رجالتنا في صعيد مصر المنتشرين بجد في عدد كبير جدا من المحافظات، وقدروا يتوغلوا وينزلوا للمواطن المصري البسيط طبعا ويقدموا له خدمة حقيقية يستحقها فعلا. مليون تحية ليهم. طبعا انت مش قادر تفرق المايك او الموبايل كمتحدث رسمي، واخد على الكلام كتير ودايما بتنورنا، واللغة العربية السلسة بتاعتك الحقيقة مصدر اعجاب كبير. تسلم دكتور. كنت عايز اسأل حضرتك، هو مين امين شباب اللي انت بتقول 20 21 سنة ده؟ امين شباب الائتلاف شاب محترم اسمه مصطفى مجدي سلطان. مصطفى مجدي نموذج للشباب بجد اللي يستحق كل تقديم واحترام. وهنا برضو يعني بنقول ان الاستاذ ماجد يعني راجل شاب وبيشعر بالشباب ويقدر الشباب. الاستاذ مصطفى مجدي حاصل على عدد من الدراسات باكاديميه مصر العسكريه، وبالفعل بيتم اعداده عشان خاطر يكون هو دوت الكادر المستقبلي. يعني هنا بيحضرنا يا دكتور طارق كلمه دايما بيكررها الاستاذ ماجد كمال رياض دايما في كل اللقاءات، بيصدر الشباب للمشهد. هم دول اللي بيتصدروا المشهد، ودايما بيقول لو انا مش رئيس الائتلاف مصطفى مجدي هيبقى هو رئيس الائتلاف. طبعا دي تحية للأستاذ والشاب مصطفى مجدي، وبشكر حضرتك على المداخلة القيمة دي، ويا ريت تتابع باقي البرنامج فيه مفاجآت كتيرة ليك. طبعا أنا بشكر الدكتور ياسر، شخصية واضح إنك أنت بتختار القيادات المناسبة أو الرجل المناسب في المكان المناسب. الدكتور ياسر سالم
معايا من اول الائتلاف من 5/7/2021. تعب معايا، شال معايا كتير جوه الائتلاف، دايما صبور معايا، ومن الناس اللي فعلا بتتحملني بجد، وفعلا بتستوعب مني حتى لما بتكون في ضغط عصبي. بيقدر يستوعب الضغط العصبي ده، بيقدر يستوعبني انا شخصيا في التعامل معاه. لان طبعا انا بتيجي عليا اوقات ببقى من الضغط العصبي او بوجه لوم كبير. لا، هو من الناس فعلا تقدر تستحوذ، مش انا بس، بيقدر يستحوذ شباب الائتلاف وامانات الائتلاف، وبيقدر فعلا يعني بيطلع اللي جواه طاقة كبيرة. من ضمن الناس اللي فعلا بتتعب جدا 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 في التعامل مع الامانات في الائتلاف. اي مسؤولية بتنسب ليه فعلا بيقوم بيها على اكمل وجه، فهو متحدث رسمي قوي. المكالمات خدتنا لسكة، انا كنت لسه عايز اسألك مين هو ماجد كمال رياض؟ ماجد كمال رياض هو شاب اتنشأ في بيئة سياسية. من وانا صغير طبعا حضرت احزاب لا ذكر اسمها. اتعلمت على ايد كوادر تقيلة، وطبعا هم كانوا علم في مصر. قدرت ان انا اخد معلومات والم معلومات عن السياسة، عن كل جوانب السياسة. لما جت الفكرة وانضميت لأحزاب كتير بعد طبعا أحداث 2011، انضميت لائتلاف حب الوطن، انضميت لأحزاب كتير لا ذكر اسمها. طبعا هي أحزاب لها اسمها اليوم على الساحة السياسية. بعد كده جت فكرة الائتلاف في 2021، عن طريق برضو ان احنا كنا قاعدين، فجت فكرة ان احنا نقدر نعمل ائتلاف، ونقدر نقول ان احنا عاوزين شباب وطني او شباب نقدر نستعين بيه في المرحلة الجاية لدراسة المرحلة ال10 سنين اللي هي كانت مرت على مصر من 2011 ل 2021. قدرنا الحمد لله ان احنا نكون قاعدة كبيرة جدا، سواء في كل المحافظات. الاعضاء كام يا استاذ ماجد عند حضرتك في الائتلاف؟ الأعضاء يعني هو سر مش هقدر أعلن عنه الآن، لأنه سايبه في حفلة الائتلاف هيعلن عن نفسه. طيب ماشي، يعني احنا كنا عايزين ناخد حصريا منك بس مفيش مشكله برضه. ان شاء الله في كاميرا من البرنامج هتغطي حفله الائتلاف بإذن ربنا. طيب مين اللي اثروا في تكوين القائد ماجد ابو عمر سياسيا؟ رقم واحد طبعا والدي الله يرحمه، عضو مجلس محلي محافظة. بعد كده في المهندس بدوي عوبي الله يرحمه رحمة الله عليه. في الحاج رشاد البرتقاني كان عضو مجلس النواب وكان صديق والدي وأخ لي طبعا. في النائب جمال عقبي، طبعا اتعلمت منه كتير جدا جدا جدا، ومن الشخصيات اللي كرمت من رئيس الجمهورية عن طريق اتحاد عمال مصر. اشتغلت معاهم فترة كبيرة جدا، اتعلمت منهم. مفيش قيادة في مصر انا دخلت معاها لما اتعلمت منها. دي حاجه كويسه. فيه الاستاذ جمال الشريف مساعد امين عام المحافظة في حزب كبير طبعا في الدولة، اتعلمت طبعا منه. مفيش قيادة انا اشتغلت معاها الا لما فعلا خدت منه. لو خدت معلومة فانا جمعت معلومة كتير جدا. طبعا ده انت الاسماء اللي بتقولها دي اسماء اشاره لها بالبنان زي ما بيقولوا، كلهم اسماء محترمه، وحاجه محترمه منك انك انت بتدي الفضل لاهله. طبعا. وطبعا في طبعا الشخصيه الاولى اللي اتعلمت منها من 2011 فعلا بجد الاجواء اللي كانت بتحصل في مصر، هو طبعا اخويا الكبير نبيل كمال رياض ابو عمر، لانه كان واعي جدا بالاحداث اللي كانت بتحصل. ففعلا اتعلمت منه طول فتره ما بعد 2011، لا اتعلمت منه كتير. طيب انا عايز اسالك سؤال هو غير نمطي بس مهم جدا ان احنا نعرف، انت بتدير القيادات الكبيره اللي بعض الاحزاب تفشل انها تجمعها في بطاقه واحده ازاي؟ احنا ائتلافنا اسمه ائتلاف القيادات الوطنيه الشعبيه، دي واحد. اتنين، اسمه ائتلاف بيتنا التاني بيت الوطنيه. اذا النهارده لما بنيجي بنختار المعيار الاول هو الوطنيه. بعدها بنبدا نختار القيادات فعلا العمليه، مش ان هي هتيجي مجرد اسماء او غيرها، لا. عندنا نائب رئيس الائتلاف اللي هو وليد النمر، كان عندنا في الائتلاف الامين العام اللي هو طارق سمير. عندنا قيادات كتير جدا، عندنا الدكتور عبد الحميد يحيى، طبعا اسم علم في طبعاً، اكاديميه طبعاً. مصر العسكريه وفي معظم الاكاديميات. عندنا الاستاذه ساميه خضر
دكتورة سامية خضر، أستاذ جامعة حلوان. لا، عندنا أسماء كبيرة داخل الائتلاف. فطبعا يعني توزيع المهام، وقت ما بنحتاجهم فعلا موجودين على الساحة. مفيش حد بيقول أنا قيادة كبيرة وقيادة صغيرة، بل بالعكس كلنا بنشتغل في مركب واحد. مفيش فرق ما بين رئيس ائتلاف وما بين عضو عادي أو أمين أمانة، كلنا بنقدر نشتغل. عندي نائب رئيس الائتلاف طبعا الدكتور وليد عمر والدكتور حمادة زاهر، من الناس اللي تكبدت على أكتافهم بجد حقيقي كتير جدا 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 منذ ولادة الائتلاف، سواء ماليا أو ماديا أو تحركات على أرض الواقع. فالحمد لله رب العالمين قدرنا النهارده إن احنا نطلع قيادات من داخل الائتلاف. يعني ما بنجيبش النهارده أمين أمانة هو معروف، لا، أنا جايب حد يتدرب داخل الائتلاف ومن بعدها يبدأ ياخد ويتأهب منصب ورا منصب فوق منصب لحد ما يوصل انه يكون امين امانه، بعد ما يكون قدر يواجه ويتعلم ازاي يتعامل مع الجمهور، ازاي يتعامل مع امين امانه اخرى. ده من خلال دورات تدريبيه دورات انا تدريبيه متابع. طبعا. عندي طبعا حضرتك طبعا دكتور طارق حضرتك طبعا الحمد لله طبعا نائب رئيس الائتلاف طبعا لشؤون التدريب والتثقيف. طبعا يعني من الناس فعلا اللي انا بحملهم فوق طاقتهم، ومن الناس اللي وقت ما بحتاجهم بلاقيهم. لا، نائب رئيس ائتلاف بمكتبة الشرف، دي حقيقي، والائتلاف فعلا متشرف بيه وبوجوده دايما، دي حقيقي. معانا طبعا، معانا الدكتور علاء عبده نائب رئيس الائتلاف في شؤون الصعيد. عندنا امانات المواطنه الدكتوره ساميه عجبان، طبعا من الناس الشخصيات المحترمه جدا. عندنا الاستاذه اكرام الهلاوي امينه المراه، من الناس المحترمه جدا جدا جدا. عندنا الاستاذه هبه رضوان امين لجنه الطلائع، اللي هي قامت بفعاليه المولد النبوي الشريف لما كنا جايبين الطلائع وكنا عاملين مسابقه دينيه. عندنا الاستاذ اسماء سعيد مساعد رئيس الائتلاف، اضافت الفتره اللي فاتت كتير جدا للائتلاف. عندنا اسماء كتير جدا، عندنا شخصيات كتير جدا كده انت جدا. ممكن تنسى ناس اه كتير فما فطبعا نقولش اسماء لا، لان بقى. اللي عندي كلهم كوادر بجد يعني. لا دي حقيقه. عندي الدكتوره جيهان ابو الدهب، عندي ناس كتير جدا يعني كلتهم. عندي الاستاذه منى عبد اللطيف، من الناس برضو المحترمه جدا الموجوده. عندي اسماء، لا، اسماء حقيقيه واسماء وطنيه فعلا. عندك اسماء غير اسماء سعيد. طبعا طبعا. انا كل اللي عندي كوادر الحمد لله رب العالمين كله في موقعه، سواء عضو عادي سواء امين لجنه مساعد امين لجنه، لا، كله عندنا كوادر الحمد لله، وبنقدر نستعين بيهم في العمل العام وثابتين جدارتهم والحمد لله رب العالمين. طيب احنا هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني نكمل الحوار الغير تقليدي مع قائد غير تقليدي. فاصل ونواصل.
ورجعنا لحضراتكم تاني، وانا مش عايز اقول لكم كمل الاتصالات، الكنترول قال لي لا انا مش عارفين نشتغل يعني، فبرضه بس اتصلوا. انا عارف حبايب استاذ ماجد كتير، وعارف ان قيادات الائتلاف بتبان، وانا على الهوا بقول للدكتور علاء عبده من فضلك يا دكتور اتصل، لان انا عرفت من استاذ ماجد في الكواليس انك واخد الامين المثالي السنه اللي فاتت، فانا محتاج ان انا اسمع صوتك. استاذ ماجد، ايهما اقرب الى قلبك، ماجد ابو عمر ولا ماجد كمال رياض؟ ماجد كمال رياض. ايهما اقرب الى عقلك، منصب نائب في البرلمان ام رئيس اكبر ائتلاف شباب في مصر؟ رئيس للائتلاف. ايهما اقرب الى يدك، شباب قادر على فعل المستحيل ام اموال لا نستطيع ان نصرفها؟ شباب قادر على فعل المستحيل. انت بتعد في الامانه شاب نبغه انت بتراهن عليه، رهانك وصل لمرحله كبيره جدا. انا كنت بقول لا يعني ده لسه شاب صغير، ليه الرهان ده كله عليه؟ انا عايز اعرف ليه رهانك على قيادات معينه كده، رهان الابطال؟ لان الرهان انا بشوف نفسي فيه، فلما باجي راهن بشوف ايه المميزات وايه السلبيات اللي موجوده الظهر. بلاقي ان المميزات حتى لو كانت قليله بس تقدر تنميها، السلبيات مهما تكون كتيره بس سلبيات عاديه نقدر نعالجها ونقدر نوصل بيها الايجابيات ونقدر نوصل بيهم للمرحله اللي احنا عايزينها. هو ده اللي انا شايفه، وهو ده دايما اللي انا بقيس بيه او بقيس بيه المعيار الاساسي لاي شاب داخل الائتلاف. لما بشوف فيه نظره ان انا عايز انجح، عايز اوصل، عايز اكون موجود، عايز افيد وطني، عايز انزل العمل العام بجد، بشوف كل ده فيهم. فلما بشوفه لا بننميه، والجميع بيشتغل عليه مش انا بس، كل من داخل الائتلاف بيشتغل على دي، وبنقدر نوصل فعلا للي احنا عايزينه. الحمد لله. الحمد لله. هقول لك اسماء من داخل الائتلاف وتقول لها كلمه. الشاب نبغه مصطفى مجدي، امين شباب الائتلاف. عملي، ما بيحبش الكلام، متفوق على نفسه، بيقدر ياخد دورات تدريبيه في اي وقت، قليل الكلام جدا 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 ولكن كتير العمل. هو في السياسه قليل الكلام دي بتبقى يعني ساعات كويسه وساعات وحشه، بس نقدر نقول ان اوقات او ان الاوقات اللي احنا فيها النهارده جمله غلط بتتحول لاشاعه، والاشاعه بتتحول لتدمير. ما نكونش احنا سبب في ان نكون الخنجر المسموم اللي ممكن يكون في ظهر الدوله لمجرد ان احنا بنعلم فتطلع طلقه مش في مكانها فتتحول لازمه. ما هو لو متعلم صح وهو بيتعلم صح لازم يبقى متحدث جيد، وده اللي احنا هنشتغل عليه الفتره الجايه. ده في خطه الائتلاف عامه. يمكن احنا ساعات في الدوره التدريبيه السابقه اتكلمنا في النقطه دي، وقلنا ان احنا هننفذها. الو، عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم، من حضرتك على الهوا، مين معايا؟ دكتور علاء عبد الرضي، انا رئيس الائتلاف المسؤول الصعيد. يا اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك فندم. كلنا اذان صاغيه لنشاطاتك وفعالياتك في صعيدنا الجميل يا دكتور، اتفضل. ربنا يخليك يا دكتور. حضرتك طبعا ائتلاف القيادات الشبابيه بقياده الدكتور ماجد كمال عمل تطوعي خدمي بنركز فيه عندنا في الصعيد على الجانب الاجتماعي والصحي والثقافي. بنركز على خدمه المواطنين، بنقدم خدمات ملموسه، بنقدم قوافل طبيه، بنقدم بروتوكولات تعاون مع جميع الكيانات الصحيه بنسب خاصه 50% للناس الغلابه واستاذنا الفقراء والمرضى وذوي الحاجه. بنعمل ندوات تثقيفيه في جميع المجالات، لا للادمان ولا للتطرف. بنعمل مشاركات مجتمعيه، بنكرم الجهات اللي بتقدم خدمات للمواطنين، بنتواصل مع مكتب الاتصال العسكري بجامعه اسيوط، بنخدم ذوي الهمم، الطلاب اللي هم بيقدموا على التجنيد بنخلص لهم اجراءات الاعفاء. عندي مجموعه كبيره من الاعضاء النشطاء في صعيد مصر، محافظات اسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، وان شاء الله يعني بالتوفيق للائتلاف والقيادات
واحنا كلنا ان شاء الله نخدم المجتمع ونقف في خلف الجمهوريه الجديده وخلف القياده السياسيه وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرف تحياتي للبرنامج ودكتور طارق ودكتور ماجد وجميع ضيوف الكرام. شكرا لك يا دكتور علاء، وانا عايز اوجه لك تحيه خالصه ان انت من الناس اللي بتشتغل، بنشوف كلامها قليل بس مفعولها رهيب، بتعمل فعاليات وانشطه مغطيه جزء كبير من صعيدنا الحبيب. شكرا لك يا دكتور وبالتوفيق دايما. كلمه للدكتور علاء عبده. طبعا ده غني عن ان انا ممكن اقول كلمه في حقه، لان هو جزء كبير من الائتلاف، من الناس اللي زي ما قلت لحضرتك بدات معايا ولحد النهارده، من الناس اللي بتعشق فعلا العمل العام، العمل الوطني، وطني حتى النخاع طبعا، صبور، قادر يدي وقادر ينفذ، وطبعا اختياراته دايما بتيجي في محلها، فطبعا كل الشكر والتقدير ليه. شكرا دكتور علاء. ليك ايه تاني، ايه الانشطه اللي بيعملها الائتلاف اللي تسببت في السمعه الكبيره ليه في فتره قليله؟ الحمد لله رب العالمين، قدرنا فتره قليله جدا ان احنا نظهر في كل مؤتمراتنا الوطنيه، قدرنا نشارك فيها. الدورات التدريبيه كانت على المستوى، كلها مجانيه. اشتغلنا على العمل المجتمعي سواء القوافل الطبيه او المعامل التحليل او الخدمات المقدمه للمواطن، نابع من داخل كل عضو في الائتلاف. العضو نفسه قادر انه يدي وقادر انه يحافظ وقادر انه يقدم اكتر من كده بكتير، لان كلهم وطنيين. عندنا طب استاذنك معلش يا معانا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، نتشرف. مين معانا؟ اكرام لله وامينه المراه وسيدات القيادات الوطنيه. اهلا وسهلا يا مدام اكرام، اتفضلي. الله يخليك يا فندم. اتفضلي يا فندم، حضرتك ممكن على ادخل الهواء. اعمل مداخله مع الدكتور ماجد؟ انت فعلا يا فندم على الهواء، اتفضلي. نعم. انت فعلا في المداخله دلوقتي، اتفضلي يا مدام انا اكرام. كده داخله بالفعل. يا فندم اتفضلي. طيب انا بحب اشكر طبعا الدكتور ماجد ان هو دايما بيدعم المراه المصريه، ودايما بصراحه من ساعه ما انا مسكت امينه مراه وهو بيفتخر، شفته وهو بيفتخر ان 80% من اعضاء الائتلاف في قيادات الائتلاف القيادات الشبابيه ان هم 80% اعضاء سيدات، فدايما كان بيشكر فيهم وبيبقى سعيد ان هو بيدعم المراه المصريه طبعا تحت قياده السيد الرئيس محمد حسني مبارك اللي بيدعم المراه المصريه دايما عامه. السيسي سيد رئيس عبد الفتاح السيسي. ودايما دكتور ماجد بيفتخر بالمراه المصريه ودايما بيشجعها، فدايما بيقوم معانا ويشجعنا ان احنا نعمل عده دورات تثقيفيه، فعملنا دوره الكروشيه ودوره تعليم الخياطه، وعملنا ندوات تثقيفيه عن دور المراه في المجتمع والمشكلات اللي هي بتاثر في المراه المصريه، ونشوف ايه هي ازاي نتابع الحل بتاع هذه المشكلات. شكرا لحضرتك يا استاذه اكرام، وحاولي تتصلي تاني. معانا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تشرف مين يا فندم؟ المستشار محمد احمد عشيبه، امين عام العمال والفلاحين في ائتلاف القيادات الوطنيه الشبابيه. اهلا وسهلا سياده المستشار، اتفضل حضرتك على الهواء. اتفضل. برحب بحضرتك يا دكتور طارق وبرحب بالاستاذ الدكتور ماجد. مرحب بيك، ازيك يا استاذ؟ الله يخليك يا فندم، الله يكرمك. قول لنا كده ايه الانشطه اللي بتعملها في الامانه بتاعتك يا مستشار؟ عندنا والله يا فندم، احنا عندنا في امانه العمال والفلاحين عندنا بنعمل كل حاجه، والحمد لله ان الاستاذ الدكتور ماجد بيساعدنا في كل حاجه برضه بنقوم بيها وبنعملها. ما ادينا مثل كده عن الحاجات اللي بتتعمل، مثل بسيط يعني. عندنا كل حاجه، عندنا بنقدم للناس الفلاحين خدمات وبنقدم لهم، والناس العمال برضه بنقدم لهم خدمات وكل حاجه الحمد لله يعني تحت قياده حكيمه الدكتور ماجد بسم الله ما شاء الله عليه يعني. طيب يا فندم احنا بنشكر حضرتك، احنا حبينا بس صوتك لازم يوصل للناس لانك من القيادات القويه اللي موجوده في الائتلاف. شكرا يا سياده المستشار. نكمل عشان ما انساش اسماء حد من اللي انا قلتها. اتفضل. طبعا الاستاذ المستشار محمود عشيبه،
طبعا من الناس برضو اللي بدأت معايا من اول الائتلاف ولحد النهارده مكملين معانا. تمام. مسكنة العمال والفلاحين بيقدر يتواصل هناك بوكلاء الوزاره اللي مسهلين كل حاجه في البحيره، بيقدر يتواصل مع الفلاح والعامل المصري، قادر يتعامل في كل القطاعات اللي الدوله موفراها، والحمد لله ان الدوله دايما موفره التعامل، فقادر تفتح له كذا باب او اكتر من باب مع كل الجهات. وبرضو عندي أمينة الإعلام الأستاذة الدكتورة داليا النمر، عندي أمينة التكنولوجيا والمعلومات الدكتورة فاطمة النمر، الدكتورة توحى بشير، أمينة المراسم الأستاذة سماح عباس، الأستاذة هند جابر. لا، عندي مجموعة كبيرة الحمد لله، قيادات نسائية قدرت تقدم للمجتمع وللوطن اللي فعلا الناس كتير ما قدرتش تعمله. طيب كلمة يعني هي كلمتين، كلمة لمصرنا الغالية. مصر هتفضل بخير طول ما أهلها دايما حاطينها قدام عينيها. دايما خد القرار من صاحب الشأن. عايز تاخد معلومة خدها من الصفحة الرسمية بتاعتها، يعني بلاش تكون انت اللي تقدر تاخد المعلومة الغلط وتروجها، لان ده الخنجر المسموم اللي هيتحط في ظهر الوطن واللي هيتسأل عليه امام ربنا وامام الناس يوم من الايام. فكون حذر كل الحذر في ظل منطقة اصبحت مولعة من جميع الاتجاهات، فالنهاردة الحفاظ عليها واجب وطني. كلمة للقيادات الائتلاف اللي بتشتغل مع حضرتك. انتوا قدمتوا ملحمة وطنية حقيقية يشهد لها الجميع، والحمد لله رب العالمين. مصر جماعة. طيب معانا مكالمة ويا رب تكون الأخيرة عشان نعرف خلاص الوقت خلص. ألو، مين معايا؟ السلام عليكم وبركاته. مين يا فندم؟ ألو ألو ألو، يا ريت تحاول تتصل تاني يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. تشرف مين؟ معاك مصطفى مجدي سلطان، أمين أمانة الشباب. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. لسه القائد ماجد ابو عمر بيثني عليك، اتفضل المايك معاك. طبعا انا بشكر في البدايه الدكتور ماجد كمال رياض بدعمه الكبير ليا في الائتلاف وروحه الحلوه في التعامل معانا كلنا كشباب كفريق عمل. طبعا الائتلاف بيدعم الشباب وبيعمل لنا دورات تدريبيه يعني التثقيف، وبتعلمنا يعني ايه وعي للوطن. فطبعا يعني دي حاجة حلوة لينا كيان شبابي بيهتم بالشباب، فدي حاجة كويسة طبعا. فأنا من أول يوم دخلت في الائتلاف اشتغلت في عملية التنظيم، اشتغلت عمل جماهيري، فنزلت بمعنى أصح اتمرمطت في الشارع، اتعلمت يعني إيه عمل جماهيري. كل ده تحت قيادة الدكتور ماجد، علمنا بجد يعني إيه سياسة، يعني إيه عمل عام. تمام. ايه الانشطه الاخيره اللي انت عملتها يا استاذ مصطفى في امانه الشباب؟ احنا عملنا كتير قوي. احنا يعتبر عملنا في الائتلاف عموما كورش كروشيه، عملنا قوافل طبيه، دورات تدريبيه، ورش خياطه. عملنا يعني في السنين اللي فاتت او الشهور اللي فاتت عملنا اكبر معرض ادوات منزليه، ده كان في الفيوم. عملنا شاذ اللحوم برضو ككبير، وكان مسمع برضه في البحيرة، فكنا شغالين على مستوى عالي في الفترة اللي فاتت. الحقيقه يا استاذ مصطفى يعني انا بشكرك بناء على شكر الاستاذ ماجد ابو عمر، وبشكر الاتصالات الكثيفه اللي حصلت على كنترول، اللي طلع جزء قليل قوي ويسير قوي من الناس اللي اتصلت. انا بعتذر للناس اللي بتحاول تتصل، احنا وقتنا خلص، بس حوار ممتد وهيكمل ان شاء الله مع حضرتك يا استاذ ماجد. شرفتنا ونورتنا، ودايما ائتلاف القيادات الوطنيه الشبابيه مسمع بحب مصر والحب مصر. شكرا لحضراتكم، نتقابل الثلاثاء القادم مع ضيف مفاجاه.